ما بتسوي يا فارس؟ ارحب. ما بتسوي يا فارس؟ جالس ادور على موهبة حقي. كيف تدور على موهبة حقك؟ يا اخي دخلت اليوم برنامج، ايوه. شوفهم عاملين مسابقة، ها؟ كل واحد يقول انا موهبتي، اللي يقول انا موهبتي هندسة، واللي يقول انا موهبتي كرة قدم، واللي يقول اغاني، واللي يقول انا شاعر، واللي ها؟ يقول انا اقلد اصوات. وانا ما دريت الموهبة حقي وشي، تعبت وانا ادور عليها. قلنا ايوه. نقرب نهندس ما نفعناش، قلنا نغني ما نفعناش، نلعب كورة ما نفعناش، حتى التواقع حقي ما اقدرش اصلح لي توقيع، امسك الاسم الحرف الاول ويضيع البريك، ما حد يقدر يمسك. ما انا داري ايش موهبتي، ما هو الخبر ما ادري. قولوا لي يا جماعة كيف تحصلوا المواهب حقكم، ما هو الخبر. بس هذا مشكلتك في الحياة انك ما لقيتش موهبتك يا فارس. لا عاد في حاجات. مثل اي؟ يعني عندما تحصل اي مشكلة او يجي اي سؤال او اي شيء، يعني احد يستشيرك ما تحصلش الجواب، يكون هنا معلق، الشبكة ضعيفة ما تمسكش نهائيا. ولو مغدك واجي تنام على اخر الليل واجي تنام، تفتح لك المشاريع ويفتح لك الاجابات، تتذكر حق السنة الماضية اللي سألك السنة الماضية، تتذكر وتحل له المشكلة، تحل مشاكل العالم كلها. حتى رئيس الهند يجي لك في النوم وقت النوم، ما ادري من فين يجوا، يتقافزوا لك على واحد. اقول لك اول ست انت وعقلك بعد ندور مواهبك. انا ولا عندي علم ولا خبر ان هي الخلل في الشبكه اللي شابكينها هنا في الدماغ، ولا ما هو الخبر؟ الخلل منك والله راجع ما أدري ما حسابك. هو. ما هادراك ادري انا ما هو الخبر. هادراك.